السندات اللي يمكن تحويلها can be converted to shares of stocks used only in public placements. ايه معنى الكلام ده؟ يعني انا واحد النهارده معايا بونز، يعني هو طبيعته ان هو يكون ايه، يمكن تحويله ليه؟ طيب انا كمستثمر عاوز اكون واحد ليا حق في الشركه دي، فممكن ان انا عن طريق البونس ده يبقى ليا شيرز. دي معناها يعني انا احول البونس للشيرز. تمام. وبونز with warranties معناها ايه؟ ان investors get the warranties that they can exchange the bonds with shares. نفس الفكره برضو. يعني ان المستثمر لما بيجي يشتري من عندي السند بيكون في وارنتي ان هو يقدر يحول البوندز ده لشيرز، ان هو يكون ايه، ليه ملك او يكون ليه جزء في الشركه. callable دي اللي هي قابل للاسترداد، يعني السند ده يكون قابل للاسترداد. company have the rights to repay the bonds before maturity date. يعني بيقول لك ان في سندات بيكون للشركه الحق ان هي ترجعها من الانفيزيتورز قبل الماتيوريتي ديت، قبل تاريخ الاستحقاق بتاعها. وبكده انا النهارده اكون عرفت اني الديت فاينانسنج والايكويتي فاينانسنج بيكون عن طريق ايه؟ بيجيب عن طريق الكابيتال ستراكشر، هيكل راس المال. عايز اشوف ايه الفلوس اللي دخلت لي الشركه وجايه من فين. في فلوس جايه لي عن طريق الديت، وفي فلوس جايه لي عن طريق الايكويتي. النهارده احنا هنخلص الجزء الخاص بالديت او خلصناه، فاضل جزء برضو بسيط للديت فاينانسنج هناخده في المحاضره الجايه. وبكده هتفضلنا الايكويتي فاينانسنج. تمام. هنتكلم بصوره سريعه كده. عرفنا ان في الديت فاينانسنج، في فاينانسنج وركينج كابيتال، ان انا بعمل تمويل لراس المال العامل. ليه؟ لان من راس المال العامل اقدر اعرف ان هو الكرنت اسيتس ماينس الكرنت لايبيليتيز، ان انا عندي التزامات قصيره هسددها عن طريق الايه، الكرنت اسيتس بتاعتي. عن طريق بيتم الكلام ده عن طريق الاوفر درافت او الاوبريتنج لاين اوف كريدت. وعرفت ان هما اتنين بيكونوا عباره عن ايه، اجريمنت هعملها مع البنك. الترمز لون لو انا عايز اشتري اصول مش معايا فلوس. سوري. عرفنا بعد كده ايه هي البونز، وان هي اداة دين، وان هي بتكون ليها ريت، وبتكون البونز دي بتزود لي الفلوس اللي دخلت لي في الشركة، والفلوس اللي دخلت لي في الشركة الزيادة دي بقدر ان انا اعمل بيها استثمارات طويلة الاجل. وعرفنا انواع البونز، الفيكسد والفلوتنج والزيرو والكونفرتبل والبونز ويز وارنتيز والكلابل. طبعا المحاضرة الجاية هنكمل باقي الديت فاينانسنج. وبكده هتفضلنا زي ما قلنا جزء الايكويتي فاينانسنج هو جزء بسيط، وان شاء الله نخلصه مع بعض. بالتوفيق لكم جميعا.